محاولة وبتوصل قريبة، يلعبها كرة على الطاير. جول القحطاني، القحطاني عن كل الكرات، عن كل الوقت اللي ضاع هو يختصره، اختصر 43 دقيقة في 30 ثانية. عبد الرحمن القحطاني في اللقطة الأخيرة، وهدف حلو للنصر، لأنه كان معقد النصر على نفسه في الكرات اللي داخل 18، لكن القحطاني اختصر في 30 ثانية. شوف اللعبة على طول في لمسة كانت على الطاير. شوف اللعبة من عبد عطيف إلى القحطاني، ما سكنها إلا بالشبك، الشبك اللي سكنه، وبالتالي هدف نصراوي في اللحظات الأخيرة. حاول يعدي يلعبها كرة في النص، شراحيلي أو إبراهيم غالب يلعب له كرة في الأمام، يوفي خلاص، لعبة مرسومة بعطيك اياه، مرسومة خلاص، بالك عذر ما تحطها بالجول. الاكوادوري سجل الهدف الثاني في مرمى الوحدة في الدقيقة 20 من زمن شوط المباراة. الثاني يأتي يوفي الاكوادوري. شوف اللعبة، ابراهيم غالب عملها في بالقياس حقيقة، ما عملها بمكان مثالي جدا، بين ثلاثة عملها في كرة واحدة، ضرب بالدفاع الوحداوي بتمريرة 3 لاعبين الوحدة بكرة واحدة عملها ابراهيم غالب وحطها في الجول هو اليوفي الاكوادوري. وبالتالي هدف الثاني للنصر في مرمى الوحدة. المدرب يعشق الطريقة الهجومية، وكرة ملعوبة الآن أمامية، ومحاولة خطرة وحداوية، جول وحداوي في الجول. من اللي سجله؟ اعتقد عسيري او اسلام سراج يسجل هدف الوحدة الأول ويقلص الفارق في لعبة. شوف في العمق الدفاعي وكرة محاولة، والله مهند عسيري تمريرة بينية على طول. مهند عسيري سجل هدف الرابع في البطولة في المسابقة، والهدف الأول للوحدة في مرمى النصر، وبالتالي هدف تقليص الفارق الآن في موقف ممكن صاحب الهدف الثالث والاطمئناني بالنسبة لنادي النصر. لكن هكذا بدأت وهكذا انتهت قصة الهدف الثالث التي أتت من صاحب الهدف الثالث والاطمئناني بالنسبة لنادي النصر. لكن هكذا بدأت وهكذا انتهت قصة الهدف الثالث التي